3 ديال السلطات جامعين ما بين البنه الالوان اللي كيشهيو وساهلين في التحضير. مقادير جد بسيطه، تبعوا معايا الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقه ديال التحضير على ديال كل وحده فيهم على حده. بالنسبه للسلطه الاولى احتاجيت فيها خصه كامله قطعتها شرائح، خياره مطيشه متوسطه الحجم، نص حبه ديال المونغ والمايز، جوج ديال التفاحات متوسطين الحجم، ونص افوكا. بالنسبه للتفاح والافوكا ضروري تعصروا عليهم شويه ديال الحامض باش ما يكحلوش ليكم. درت حتى زريعه ديال القرعه. تقدروا تضيفوا اي زرارع كانوا متوفرين عندكم، كيجيو بنان بزاف هاد السلطه، ولا اي ايضا فواكه جافه كانوا متوفرين عندكم وكيعجبوكم. في اي طبق ديال التقديم كندير الخس، الخيار، كنحاول هكا نستفهم بطريقه اللي يجيو متساويه في التبصيل كامل، التفاح، مطيشه، المونغ، الافوكا والمايس. تقدروا تضيفوا اي فواكه كيعجبوكم. هاد السلطه هذه كتجمع ما بين الفواكه والخضار، يعني غنيه بالفيتامينات والالياف. الافوكا كتعطينا الدهون صحيه اللي كتشبع وكتعاون ايضا على توازن الهرمونات. المونغ والتفاح كيعطيو طاقه طبيعيه وواحد البنه منعشه. الزريعه ديال القرعه معروف عليها انها عامره بالمغنيسيوم وكتعاون ايضا الجهاز العصبي. والقرقاع راه مفيد بزاف للمخ والقلب. وطبعا الخس والخيار راه مرطبين وكيعاونوا بزاف على الهضم. بالنسبه للصوص فينيغريت اللي غنرافق مع هاد السلطه هذه احتاجيت فيها 2 معالق ديال عصير الحامض وعصير ديال الليمونه وربع معلقه صغيره ديال العسل. كنطربهم مزيان في الاول، موراها كنبقى نضيف 5 ديال المعالق تقريبا ديال الزيت البلديه تدريجيا وانا كنطرب حتى كيولي عندنا القوام ديال الصوص متجانس وكيتجانس طبعا العسل مع الحامض وزويته بلديه. هاد الصوص هذه كتجي رهيبه مع هاد السلطه، ضروري تجربوها وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات. وكنضيف في الاخير الصوص ديالنا على السلطه اللي وجدنا من قبل. غير الالوان ديالها كيشهيو وكيفتحوا النفس اننا ناكلوها. وها السلطه الاولى وجدات في اقل من 10 دقائق. بالنسبه للسلطه الثانيه اول حاجه غنبدا بها هي نسلق الرز. استعملت كاس ديال العنبه ديال الرز مع 3 الكيسان ديال الماء ديال العنبه ديال الماء سخون وشويه ديال الملحه. كنديرو يتسلق في الاول على نار تكون مجهده مرتفعه حتى كيغلى الرز، وكنقص عليه البوطه وكنغطيه كنخليه يطيب تقريبا واحد نص ساعه حتى كيتشرب داك الماء ويطيب مزيان. واستعملت ايضا مع الرز المايس او الذره، القزبره ومعدنوس وواحد الحك ديال الطون. في هذه المرحله تقدروا تضيفوا حتى المايونيز الا بغيتوا الوصفه ديالو قولوها لي في التعليقات. عندي وصفه سهله وناجحه وكتوجد دغيا وصافي. في اي طبق التقديم كتقدموا الرز ديالكم. انا اليوم حبيت نديرهم في هذا السخك الصغير، كيجيو هكا حليلوين في الشوفه. وبالنسبه لطريقه التقديم راه كتبقى اختياريه. بهكا كنكونوا وجدنا السلطه الثانيه. الى وصلتوا في الفيديو حتى لهنا ضروري تقولوا لي الراي ديالكم. بالنسبه للسلطه الثالثه فكنحتاجوا فيها نص كيلو ديال الباربا يكون مسلوق ومقطع مكعبات، حبه ديال الرمان منقيه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، و 4 كاس ديال عصير الحامض. تقدروا تضيفوا معاه حتى عصير ديال الليمون باش تكسروا الحموضه ديال الحامض اللي ما كانش كيعجبكم. هاد السلطه بكثره الفوائد اللي فيها فايت لي شاركتها معكم في فيديو قبل، ولكن قلت ضروري نعاودها معكم في هذا الفيديو الناس اللي ما شافوهاش قبل.
كتجي لذيذة صحية بداك الطعم ديال الحامض. بالنسبة لطريقة التحضير، في أي بول كتحطوا الباربة، كتضيفوا عليها الرمان، القزبور وعصير الحامض ولا الليمون، وها هي بهكا كتكون وجدات. اسهل منها ما كاين والذ منها ما كاينش، فضروري تجربوها. في المنظر ولا في الالوان اللي فيها كيجيو رائعين وكيشهيو. وبهذا الشكل كنكونوا وجدنا 3 ديال السلطات ملونين صحيين كيشبعوا، كيجمعوا ما بين اللذة البساطة، ساهلين في التحضير. جربوهم وقولوا لي اش من وحده شداتكم اكثر في التعليق. ما تنساوش اللايك والبارطاج باش يوصل الفيديو لاكبر عدد ديال الناس. نخليكم في امان الله ورعايته.